شربة بوفاريك تخدميها بيديك، هذا هو عنوان تاع نهار اليوم. عسلامة مشتركات رانيم ديزاد. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم شربات تاع رمضان سهله وتتحضر في ثواني، يعني اللي راح تبعته يشري لك هذيك الشربات ويجيبها لك في هذاك الساشي غير ما كان له. خدميها في الدار بواحد المكونات بسيطه بالبزاف كما راكم تشوفوا. بسم الله على بركة الله. نحتاج حبيبة تاع القارص مع علبة تاع ياوخت نكهة تاع الليمون تاع القارص مع كاس تاع السكر. السكر نتوما وتتحكموا في الكمية. نبداو اولا نحكموا هذيك الحبة تاع القارص اللي عندي انا. الحبة تاعي شوية كبيرة، يعني بصح ماشي في الحموضية قيس قيس. نتوما يعني الليمون تكون حبيبة صغيرة، ديروا زوج حبيبات صغار ولا ديروا حبة كبيرة كيما تاعي هكذايا. نحولها كامل هذاك القشر الخارجي لو زاس دو سيترون اللي هو فيه كامل النكهات تاع الليمون، هو يعني منه اللي حتستخرجوا الطعم هذاك الشباب في الشربات. كما راكم تشوفوا نحيت لها كامل هذاك لو زاس. العمليه بزاف سهله. من بعد نجيبوا السكر. السكر قلت لكم البنات نتوما واش تحبوا تنقصوا ولا تزيدوا ترجع عليكم. نحط لها لهذاك لو زاس نحط له السكر، ونخلطوه كامل فيه. على بالكم هاد العمليه راح تخرجوا كامل النكهات اللي كاينه في يعني في لو زيست. يتخلط مع داك السكر، من السكر تاعكم يبدا شغل يطرى وتجي فيه ريحه شابه تاع الليمون. نحبو كامل في رمضان قرعة الشربات موجودة على طاولة الإفطار. إما لهذا العام إن شاء الله، رمضان إن شاء الله يجينا في موسم تاع القارص، يعني يكون القارص متوفر. إما لا نستغلو مليح هاد الوصفة. السكر راهو مع لو زيست راهو يريح، وهنايا نجو نعصرو هذيك الحبيبه تاع القارص، نسحقو كامل هذاك لو جو تاعها. نعصر كامل هذيك الحبه. لأول مرة تدخل قناتي نقولكم مرحبا بكم، وخلوا لي تعليق وخلوا لي اشتراك وفعلوا الجرس وديروا لي هذاك الجام. مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا هاوليك العصير تاع الليمون تاعي. هنا رايحان نخلطوه في هذاك السكر والقشر تاع الليمون. هنايا رايحين تحصلوا على مركز تاع عصير الليمون، يعني كي نخلطوا السكر مع الليمون تحصلوا على مركز، ومنه اللي حنستخرجوا كامل النكهات تاع العصير تاعنا. هذا نخلطوه مليح. وانا نقول لكم البنات انه تقدروا ايضا كي تكون عندكم كميه تاع القارص تخلطوها هكذا بالسكر وتحتفظوا بها في الفريجيدار. وكل ما تجوا ديروا العصير تاعكم اجبدوه وخلطوا العصير كما حبيتوا. هنايا هاي ليك النتيجه اللي تحصلوا عليها. هنا من الاحسن تخلوها واحد ربع ساعه باش تخلطوا العصير، ولا اكثر كما قلت لكم تقدروا حتى ليله كامله. هنا نجيبوا لو بلاندور تاعنا، ولا ما عندكش هاد لو بلاندور ديري بالبغا ميكسور. هنايا تحطي هذاك المركز اللي درناه بالسكر وعصير الليمون، والريحه تاعو راهي تنعنع شابه بزاف بزاف بزاف. نخلطو هنايا نخلط كامل، يعني نحي كامل هذاك السكر اللي قعد لي. انا هنايا الكميه اللي درتها بكاس سكر وحبه تاع قارص راني حندير لها ريتله تاع الماء. من بعد نتوما والحموضه تاع الحبه تاع القارص، ونديروا له الاضافه السحريه اللي هي هاد العلبه تاع ياغورت بنكهه الليمون. هنا يعني ما تستحقوا لا اسيد سيتريك لا حتى منكه واحد اخر. هاد الاضافه راح تحصلوا على احسن شربات. كاين شربات يزيدوا لها الحليب، بصح جربوها بهاد العلبه تاع الياغورت رايحين تتفاجئوا بالبنه. العصير تاعكم خلوه يعني يتخلط حوالي 3 دقائق 4 دقائق. مام الا كنتو بالبغا ميكسور تانيك 3 دقائق 4 دقائق. تحبوا تصفوه من بعد نحولوا هذاك لو زست ولا تخلوه كل واحد كيفاش يحب. انا هنايا هاني خلطت كامل المكونات، وهاي لك الشربات اللي تحصلت عليها، يعني خرم تاع اللي تشروها برا. على بالكم الوصفات التجاريه اللي تباعوا في المحلات، يعني ما تقدروش تخيلوا واش رايحين يديروا لكم في هذيك الوصفه. لكن كي تخدميها بيدك في الدار ديجا كي تنحي لها لاسيد سيتريك هذاك، يعني الدار ماشي صحي، راكي تضمني وصفة صحية، خاصة انها راح تستهلكيها مع وليداتك ولا مع افراد العائلة يكونوا افراد صغار، ولا ماشي مليح ليهم هاد لي برودوي شوية شيميك.
هنايا هاي ليك الشربة تاعنا كيما اللي تشريها من برا وتجيكم بنة هايلة، والريحة سورتو يعني كي تكون في نهارها درتيها في نهارها ريحة القارص تقعد باقية فيها يعني ما تروحش. غير 3 مكونات: حبيبة قارص، علبة ياغورت، وسكر، وبالطبع الماء، وتحصلي على احلى شربات خاصة في رمضان. رايحة بها طاولتك، يعني كي تحطيها على بالك باللي انتي خدمتيها، على بالك باللي هاد الوصفة رايحة تعجبهم كامل. هاي لك شربت تاع رمضان، شربت بوفاريك راهي واجدة من دارك، يعني أي ولاية راكي فيها رايحة ديري شربت بوفاريك. نقول لكم جربوا الوصفة واحتفظوا بها لرمضان إن شاء الله يا البنات. في الأخير نقول لكم نحبكم بزاف، وإلى الملتقى إن شاء الله.